الفيلم بيبدأ مع واحدة اسمها أمبر وجوزها توني اللي هيطلعوا رحلة سياحة على البحر مع أصحابهم. وأمبر مش سعيدة لأنها ما بتحبش البحر، وبيطمنها جوزها إنها تنبسط في الرحلة. ولما بينزلوا بيلاقوا سيارة توصلهم للمركب اللي هيقضوا عليه الأجازة، وبيلاقوا كابتن المركب وموظفين المركب بيستقبلوهم، ومنهم شخص اسمه أدريان بيوديهم للأوضة وبيقول لهم إنه صياد. وبالليل وهم بيتعشوا بيتكلموا عن الجزر اللي ممكن يزوروها، وبعدها بينضم ليهم توني الراجل الغني جدا، وبتكون زوجته أمبر مستاءة من ذوقه في اللبس ومن التيشيرت اللي هو لابسه اللي كله ألوان عشان يلفت الانتباه. وتاني يوم بينزلوا يسبحوا، وأمبر بتفضل فوق المركب لأنها خايفة وهي ماسكة شمسية، ومعاها أدريان اللي بيحاول يقنعها إنها تنزل تسبح معاهم لكنها بترفض. وبعد ما بيرجعوا كلهم على المركب بتكون أمبر بتتمرن على العجلة الرياضية، وبتطلب من أدريان إنه يجيب لها المشروب بتاعها، لكنها بتطلب بطريقة سيئة وبتكبر وبتضايق منها أدريان. ولما كانوا قاعدين بيقدم لهم القهوة، لكن أمبر بتتعصب عليه وبتقول له يحضر قهوة تانية لأنها باردة، وبيكون أدريان متضايق من طريقتها في الكلام معاه، وجوزها توني بيقول له ينفذ أوامر مراته وبيجيب لها قهوة تانية. وبيروح أدريان للمطبخ وبيشتكي لأمبر اللي أوامرها كتيرة ومغرورة، وبيقول له الكابتن إنهم ناس أغنياء جدا ولازم نتحملهم، لكن أدريان بيقول له إنه لو ضايقته تاني هيسيب الشغل. وبالليل توني بيلعب شطرنج مع صاحبه وبيسأل أدريان عن المواد الكيميائية وتأثيرها على حياة الإنسان عشان يحرجه قدام أصحابه الأغنياء، لكن أدريان بيجاوب بذكاء وبيعرفهم إنه خريج جامعة، وبنحرجوا كلهم منه. تاني يوم بيطلعوا عشان يتغدوا على المركب، ولكن أمبر بتكون متضايقة لأن السمك مش عاجبها، فبيتضايق أدريان منها وبيقلب الأكل على دماغها. فبتنصدم أمبر وبتطلب من جوزها توني إنه هو ينقذها، لكن أدريان بيشيلها وبيرميها من على المركب قدامهم، لكن بيكون ده كله خيال وإنه يتمنى يعمل كده. وبعدها بيدخل المطبخ وبيقول للكابتن إن السمك مش عاجب أمبر، فبيقول الكابتن للطباخ يعمل أكل تاني غيره. وبيتضايق أدريان من تصرف الكابتن وبيقول له إنهم لازم يرضوا الزباين لأن ده أكل عيشهم إنهم أغنياء جدا. وبيطلع الكابتن بعدها وبيعتذر لأمبر، وهو بيقول لها إن الطباخ هيعمل لهم أكل تاني غير اللي قدامهم. وبعدها بيطلعوا سوا لرحلة صيد سمك عن طريق المركب الصغيرة. وبعد ما بيرجعوا كلهم للمركب الكبير بتقول أمبر للكابتن بتاع المركب إن هم اصطادوا سمك أحسن من اللي هم بيطبخوه. ولما بيدي الكابتن السمك للطباخ بيقول له إن السمك ده مش بيتاكل أساسا، فبيقول له الكابتن يطبخ السمك بتاعهم على أساس إن هو السمك اللي هم اصطادوه، وهو يقول له إن مفيش أي حد هيعرف. وفعلا بيعمل كده، والأكل بيعجب أمبر جدا على الرغم إن هو نفس السمك بتاع الطباخ وهم مش عارفين. وبالليل أدريان بيقابل أمبر وهو شغال على المركب، وساعتها بتعتذر له أمبر على اللي حصل قبل كده، وبتقول له إن جوزها نايم وبتطلب منه يرقص معاها، لكن أدريان بيرفض وبيكون متضايق منها جدا لأنها متكبرة. ثاني يوم أدريان بيقدم لهم المشروبات وبتتريق أمبر على أدريان قدام أصحابها وبتحرجه. تاني يوم بيفضلوا على المركب يلعبوا سوا، وأمبر بتسأل الكابتن عن باقي أصحابها، فبيقول لها إن هم طلعوا رحلة للكهوف اللي حواليهم بالمركب الصغير، فبتطلب من أدريان إن هو ياخدها هي كمان للكهوف عن طريق المركب تاني. وفعلا بياخدوا المركب عشان يروحوا لأصحابهم واللي بيكونوا موجودين عند الكهف، لكن المركب بيعطل في وسط البحر، وهو بيكتشف إن المحرك عطلان، وبيحاول أدريان يشغل المركب يدويا لكن من غير فايدة، وبيفضلوا في المركب لحد ما الليل بيجي وبيناموا تاني يوم للصبح. ولما بيقوم أدريان وبيحاول إن هو يصلح العطل اللي في المحرك باستخدام السكينة اللي معاه، لكن السكينة بتقع منه في البحر، فبينزل وراها عشان يجيبها تاني. ولما بتصحى أمبر مش بتلاقيه معاها وبتكون خايفة جدا، وفجأة بيطلع أدريان بعد ما بيجيب السكينة، وبتكون أمبر خايفة جدا منه. وبعدها بيكتشفوا إنه في خزنة في أرضية المركب، ولما بيفتحوها بيلاقوا جواها مسدس الشعلة للإنقاذ، وكانت هتضرب أدريان بالغلط لكن وقفها وبيقول لها نستخدمه لما يشوفوا مركب جنبهم. ولما بيجوعوا بينزل أدريان وبيصطاد سمكة صغيرة وبترفض إنها تاكل وبترميها في البحر، فبيتضايق أدريان منها جدا لأنه قعد مدة كبيرة لحد ما اصطادها. وبعدها بتلاحظ أمبر إن في سفينة كبيرة بعيدة عنهم، فبتمسك المسدس لكن أدريان بيمنعها لأنه بالنهار ومش هيبان، لكنهم بيضربوا المركب وبتفتح وبتخش جوا مية، وبيفضلوا متعلقين بالمركب طول الليل. وبتيجي عاصفة قوية وبيناموا من التعب، ولما بتصحى أمبر بتلاقي جزيرة قريبة منهم، وبيوصلوا للجزيرة وبيفضلوا يدوروا فيها على حد يساعدهم، لكن بيكتشفوا إنها جزيرة مهجورة. وبيتعصب عليها أدريان لأنها هي السبب في كل اللي حصل، وكل واحد بيمشي في اتجاه وبيفضلوا يدوروا هما الاتنين على أي حاجة ياكلوها. وأدريان بيلاقي كوخ صغير وبيقدر يعمل رمح من الخشب عشان يصطاد بيه السمك، وأدريان بيشرب مية من قارورة عنده، وأمبر بتكون عطشانة وبتشوف
بتشوفه، ولما بينزل المية عشان يصطاد سمك بتتسحب عشان تشرب من قارورته. وبيقول لها أدريان إنها لو بطلت الغرور وتصرفاتها السيئة يخليها تاكل من أكله، فبتعرض عليه سورتها الألماس، وبيقول لها إن الألماس في المكان ده لا يساوي شيء، وإن الأكل والمية أهم. فبيقول لها لو عايزة تاكل من السمك اللي بيصطاده تغسل ملابسه، وبتغسل ملابسه عشان الأكل. وبالليل بيدخل أدريان للكوخ عشان ينام، وبتروح وراه أمبر لكن بيرفض وبيقفل الباب وراها. وتاني يوم بيصحى أدريان وبيلاقيها نايمة قدام الباب وبيصحيها، وبيقول لها إنه هو هيروح عشان يصطاد، ولما يرجع يلاقيها نظفت الكوخ كله. ولما بيعوز يروح يصطاد بياخدها معاه، بعدها بيرجعوا سوا وبيبدأوا يشووا السمك على النار. وبتكون أمبر عايزة تاكل لكن أدريان بيزقها ويقول لها تجمع الخشب تاني عشان يكملوا شوي السمك، وبيقول لها لو ما سمعتش كل كلامه مش هيخليها تاكل معاه تاني. وبعدها بيروحوا هما الاتنين عشان يصطادوا، وأدريان بيصطاد اخطبوط كبير وبيديه لأمبر عشان تنظفه، وبيطلب منها تروح تجيب خشب تاني عشان يشووا عليه. وبعدها بيطلب منها تجيب له ميه عشان يشرب. ولما بتيجي تقعد بيقول لها تفضل واقفه جنبه وما تقعدش ابدا لحد ما يخلص الاكل، وبيطلب منها ترقص له لغايه ما يخلص الاكل. وبخيالها وهي بترقص، وكل ده عشان ينتقم منها على التصرفات اللي عملتها معاه فوق المركب. بعدها بيطلب منها تقرب منه لكنها بترفض وبتجري عشان تبعد عنه. لما بيمسكها بيقول لها ان هي اللي محتاجاه، وهي اللي هتجيله وتنفذ كل اوامره ولا هتموت من الجوع. وبعد ما بيروح ينام في الكوخ وبيصحى بيلاقي أمبر مجمع الخشب، وبتروح عشان تعتذر له وبتطلب منه يسامحها، وبتقربوا من بعض. وبتعدي الايام وبتعلمت أمبر الصيد وبتعتمد على نفسها، وبتروح تجمع الخشب وبتشوف سفينه قريبه منها وكانت هتنادي عليها بعدين اتراجعت. وبعد ما بترجع لأدريان بيلاحظ ان هي ساكته ومتغيره، وبتقول له انها كبيره في السن ومش هيفضل يحبها على طول. فبيقول لها أدريان انها جميله وهيحبها على طول. وفجاه بينزل مطر وبيدخلوا الكوخ وبيلاقي أدريان ازازه مشروب قديم، وبيفضلوا هما الاتنين بيشربوا منها وبيفضلوا يرقصوا ويلعبوا مع بعض لحد الصبح، وبيصنعوا شبكه عشان يصطادوا بيها. وهو بيقول لها لو ما غرقتش المركب كان زمانها الست الغنيه وما كانوش اتعرفوا على بعض. وبتمر الايام وهم مبسوطين مع بعض وتعودوا على عيشه في الجزيره. وفي يوم بيصحى أدريان وأمبر نايمه جنبه وبيشوف سفينه قريبه منهم، ولما بيقوم عشان يطلب المساعده بتمنعه أمبر وبتقول له انها بتحبه ومبسوطه انهم لوحدهم على الجزيره، وانها لاول مره في حياتها بتحس انها سعيده وعايشه بعد ما كانت ميته طول حياتها. فبيقول لها ان هي لو بتحبه بجد هتحبه في اي مكان تاني. وبيروح يطلب المساعده وبينقذوهم وبيسالوها ازاي فضلت عايشه طول المده دي وعلى الجزيره. فبتقول لهم أدريانو هو اللي كان بيصطاد وبياكلها، ومن غيره كانت ماتت من زمان. وبعدها بتنزل عشان تتكلم مع أدريانو، وبيقول لها الكابتن ان جوزها اتصل بيهم وهيجي لها فورا بالطياره بتاعته. والكابتن بيقول لأدريان ان زوجها غني جدا واكيد هيكافئه. وبيوصل توني بطيارته للشط وبيفرح لما شاف مراته لسه عايشه. بيشكر أدريان لانه انقذ حياه مراته. بيسيبهم أدريان ويمشي. بيلحقوا مساعد توني وبيقول له انه حجز له غرفه في الاوتيل، وبيعطيه شنطه مليانه فلوس لكن بيرميها أدريان على الارض وبعدها بيفتحها. بعدها بيروح يشتري خاتم لأمبر وبيتصل بيها ويقول لها انه بيحبها جدا، وبتبقى أمبر حزينه ومش عارفه تقول له ايه. وبيروح لموظفه الاوتيل وبيديها رساله جواها خاتم وورقه مكتوب فيها انه هيستناها في المينا. وبتعوز أمبر تقرا الرساله لكن جوزها بيقف وبتتوتر ومش عارفه تتصرف ازاي. وبيقرا جوزها الرساله وبيشوف الخاتم وهم في الطياره. بيطلب توني من أمبر انها تدي الرساله للموظف عشان يرجعها لأدريان. وبيروح الموظف وبيلاقي أدريان بيستنى في المينا، وبيديله الرساله والخاتم وبيقول له ان هي اللي قالت لي ارجع لك الرساله. وبيسال أدريان عن مكانها وبيقول له انها في الطياره. بيفضل أدريان بيجري في اتجاه الطياره وبيرمي الخاتم في البحر وهو تعيس وحزين. وأمبر بتبكي وحزينه وهما الاتنين حاسين انهم ضيعوا حب حياتهم. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك، وعشان تشوف ملخصات اكتر ما تنساش تشترك في القناه، قناه مامو أفلام.